وادي ياسين، ايه؟ خليكم انتوا قاعدين كده وانا اللي نازله اجيب الفطار. الله، امال مين اللي هيجيبه يعني؟ جبت لك يلا بصي العيش اهو، بصي الفطار اهو. جبت سلطه وبتنجان ولا مسقعه وبابا غنوج وطعميه، بس ايه بقى من المطعم الجديد. بس اوعي تكوني اداكي الطعميه نص سوا، مش حلو. لا حلو ساعات حلو. بيجيبوها نيه. لا حلو. حلو. هحضر لكم الفطار. يلا حلو. انتوا بتجيبوني هنا وتشحططوني وتمشوروني. ماشي. البت فوفة جعانة. تكبر وتنزل تجيبي الحاجه. انا هحضر الاكل دلوقتي اهو. تقولي ستك مطلعه وادي ياسين؟ مش عارف. مش باين اذا كان قرنبيط ولا كروم ولا ايه ده. يلا يا امي والنبي عشان جعان. بس بك انت النهارده الغدا محشي ودجاجه. بصوا الليله عيد. اهو ورق عنب محشي وملوخية وادي الفراخ. محشي ودجاجه. ادي المسقعه. صدق يا ياسين حاجته فعلا حلوه. أيوة. المطعم الجديد ده. اه ادي المسقعه. ادي بابا غنوج. هو صحيح بيدي عينات، يعني دوقوا تعالى لف علينا بكره اهو. لا بس حاجته جميله، سخنه وحلوه وتفتح النفس اهو. ده الزباين عنده ايه؟ هتقول عليه ولا يا ياسين؟ ما اصل من ساعة ما جينا دخل عليه 100 واحد. مش مطعم يا ابني. لا انا لما اكبر هفتح مطعم. هو الحلو هنا ان احنا بنيجي عند ستك ان ايه، الواحد بيتنشط شويه، عمالين نبقى عايزين ناكل لوحدنا. ودي الطعميه. عايزين بقى ايه ده، مش عارفه جبت مضغوط للسلطه. بصوا الاكل بحلاوته في المطعم. حاجه تفتح بصراحه. بصوا المطعم كله ذوق. لو عايزين تجيبوا من المطعم اسمه ام المصريين. ام المصريين. قهوه المصريين. المطعم اسمه ام المصريين. ام المصريين. هو بيشتمنا؟ ها؟ ايه؟ بيقول ام المصريين، هو بيشتمنا؟ لا هو كده دي شتيمه. هو ام المصريين؟ حبه ملح بس. يلا بينا. بصوا يلا يا بدوره. بصوا يا جماعه. لا استنى بس. بصوا يا جماعه الفطار وحلاوته. احلى فطار في الدنيا. بصوا فطار مفيش منه اتنين. الاكل اتحط اهو، اللي مش هيجي ياكل انا هاكل، انا ماليش دعوه بحد. انا جعانه يا واد يا بدوره. اللي مش هيقوم انا هاكل واسيبه. يلا يا ياسين. ماشي. انت جعان؟ انا جعانه. ده عبده بتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. أنا عارفة طبعا إن أنا غايبة بقالي كتير جدا جدا جدا، وغيابي طال. سبب غيابي طبعا هي ففتي الصغيرة. يعني ربنا كرمني بيها نعمة وفضل من عند ربنا. خدت وقتي وخدت مجهودي وخدت صحتي واخدة كل حاجة. تعرفين طبعا البيت بيبقى فيه طفلة صغنونة، بتبقى في حالة طوارئ، بنعلن حالة الطوارئ فيه. فبإذن الله إن شاء الله مش هغيب عنكم تاني. هي الحمد لله دلوقتي كبرت شوية كده وبتتفهم معانا لحد ما. فإن شاء الله نكون متواجدين معاكم على طول وباستمرار. ما تنسوش بقى إن شاء الله كده كل اللي معانا في القناة ينورنا باللايك بتاعه ومشاهدة كاملة بإذن الله. واللي اول مره يشوف قناتي ويخش ويشوف فيديوهاتي ما ينساش يحط لنا اللايك ويشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد باذن الله. يومنا النهارده كده زي ما انتم شايفين في بيت عند ماما، البيت اللي دايما بيجمعنا على الخير والحاجه الحلوه والكرم والاخلاق وكل حاجه حلوه بصراحه. انا على طول تلاقوني اكتريه الوقت متواجده عند ماما. انا طبعا ما اقدرش استغنى عنها وماليش غيرها طبعا في الدنيا. فربنا يديمها يا رب في حياتي دايما ويديها الصحة والعافية ويخليها لنا يا رب، ويخلي كل أم يا رب يديها الصحة والعافية ويبارك في عمرهم جميعا. أنا دلوقتي طبعا حمل زاد عليا من ساعة ما فوفا طبعا موجودة وكده. مبقتش أروح باستمرار أو أروح كل يوم زي الأول، يعني حاسة إن أنا تقلت شوية، مبقتش خفيفة. الموضوع مبقاش سهل بالنسبة لي. فبقيت اغيب فتره، يعني قيمه اسبوع 15 يوم بكتير قوي، واقوم واخده بقى ايه، اعزل من بيتي، اخد لي شنطتين 3 هدوم واخد ولادي واقعد عند ماما قيمه 3 4 ايام، اعوض الفتره اللي انا غايباها عن ماما وان انا مش باجيلها. يعني مع ان المسافه بيني وبين ماما مش بعيده. انا عايزه اقول لكم المسافه لو هاخدها مشي مثلا مش هاخد ربع ساعه مشي او تلت ساعه.
ما تستغربوش، يعني فعلا المسافة مش بعيدة. بس انا طبعا احنا في فترة اجازة وبنسهر بالليل، نقوم متأخر عقبال ما بنقوم نخلص اللي ورانا والفطار، وفوفا ذات نفسها عقبال ما بنقوم ونعمل لها الاجراءات بتاعتها، تتشطف وتغير هدومها وتحط الزعرورة بتاعتها التوكة، يقول لك كوكا. بناخد وقت واخلص اللي ورايا. طبعا جوزي بيجي من الشغل على الساعة 5 6، بكون عايزة احضر الغدا، فالوقت بيبقى ضيق، ما بلحقش ان انا حتى لو رحت عند ماما مش هعرف اقعد او مش هاخد راحتي، ومش هاخد وقتي يعني معاه. وبصراحة انا بتلكك للبيت. يمكن الاول كنت ببات يوم وبرجع، دلوقتي بقيت اقعد بالتلات اربع ايام بقى، ما احنا ما عندنا حالة طوارئ، عندنا فوفة، فما ينفعش ان انا اروح وارجع في نفس اليوم او ابات ليلة وارجع. فبنلم بقى عزلنا وبنلم شنطنا وبنروح نقعد عند ماما 3 4 ايام. الفترة اللي انا بروح فيها بقى بحاول على قد ما اقدر ان انا اساعد ماما في اي حاجة، هي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. هي مش بتبقى مستنية حد يعمل لها حاجة. امي الحمد لله على قد كده وسنها، بتحب النظافة جدا، وعندها عزيمة دايما انها تقوم تعمل حاجتها بنفسها. بس برضو انا بحب ان انا طالما انا متواجدة في المكان، في حاجة عايزة تتعمل اعملها لها. فانا باجي بقى يعني حتى لو هي بتبقى لسه مغيره فرش الشقه او كده وخلاص، انا بقعد معاها 3 4 ايام، بيكونوا عيالي قاموا بالواجب وزياده في الشقه، جابوا عليها وطيها. عندي فوفه دي دلوقتي عندها استعداد تجيب المواعين من المطبخ تحطها لي فين؟ في اوضه النوم عادي، مفيش مشكله، تاخد الهدوم من الدولاب تحطها لي في المطبخ، في البلكونه، في اي حته، ما عندهاش اي مشكله. الحمد لله، ربنا يديمها علينا يا رب نعمه. باجي بقى في اخر يوم وانا ماشيه بقى، بقوم قايمه الصبح لما الفرش، اغير لها الملايات، اغير لها الفرش بتاع الارض. احنا امي في فتره الصيف بتكون شايله السجاد وبتحط حفظات، بتبقى خفيفه. وبعدين ماما عشان كمان في الدور الرابع، فالموضوع اللهم صل على النبي، في الدور الرابع بتبقى الجو حر جدا، هي اخر دور، فما فيش حاجة فوقيها، يعني بيبقى سطحي وكده، فبتبقى الدنيا عندها حر جدا فوق ما تتخيل. انا كان نفسي ماما تجيب تكييف والله، بس الدنيا ما، يعني الظروف ما سمحتش. ان شاء الله ربنا يوسع عليها يا رب وتجيب تكييف، لان اليومين دول كمان هي كانت بتسأل على التكييف اللي هو بيقولوا عليه تكييف صحراوي، اللي هو الداخلي ده اللي بيتحط فيه مية متلجة. فده رخر سعره عالي جدا، مش عارفة، اسعاره بقت فظيعة. فربنا يكرمها يا رب ويوسع عليها. بصوا السقف عامل ازاي، كله مشقق وعامل ازاي من الحرارة، البياض والطبقة البلاستيك اللي على الحيطة من كتر الحرارة بتطقطق. والله العظيم ساعات ببقى نايمة بلاقيها بتقع عليا لوحدها من السقف، المروحة تبقى شغالة، القشر بيطقطق اللي في السقف ده وبيقع لوحده. انا قلت لماما باذن الله لو ربنا كرم، هي ان شاء الله لو هنجيب جردل بلاستيك واحد في واحد ونجدد الشقة دي، نعمل أوضة أوضة، وأنا بإذن الله اللي أعمله لها. أنت يا صباح هتعمليه؟ أنا هعمله. يعني الحمد والشكر لله، بيبقى عندي عزيمة وإرادة كده إن أنا أبتدي إن أنا أعمل تجديدات يعني، بإذن الله من غير مقاطعة. ف زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا خلصت الأوضة التانية اللي هي على الشارع دي، ودي أوضة تانية كده جوه. إيه، هي شقة ماما لعلمكم من النوع اللي بتتروق بسرعة بتنضف على طول يعني، اقصد خفيفة، فرشها خفيف. الارض دي بتبقى حافظات ماما على طول بتشيلها تحطها في الغسالة. والغسيل، لميت الملايات دي طبعا اتحطت في الغسالة، هتشوفوها دلوقتي انا هنشرها. ابص الحافظات ما بتاخدش وقت. ليه الحافظات دي من النوع اللي هي الخفيفة، مجرد انها بتتغسل وبتتشطف. وبعدين العصارة كمان حلو، احنا بنعصر في الغسالة اللي هي ام روحين، اللي هي في ماما حطها في المطبخ، غير الغسالة اللي هي بتاعة توشيبا اللي فوق اوتوماتيك اللي هي من فوق دي، فبتبقى عصيرتها قوية، دوبك بتطلع بس فوق بره في على المنشر، مفيش ساعة زمن وتلاقيها ايه الهوا نشفة خالص، اللي بقول لكم الجو حر وكمان درجة حرارة عالية، فهي دوبك بس تاخد خبطتين 3 كده في الهوا بتلاقيها اتحمصت. احنا ذات نفسنا اتحمصنا عند ماما. ف بنغير الفرش على طول، شقة ماما على طول تلاقيها رايقة، ما يعني بتروق على طول. بغير لها الفرش بقى كده،
قبل ما امشي واسيب لها الدنيا رايقه، عشان طبعا ما ينفعش ان انا وعيالي نيجي نقعد ونكركب الدنيا ونقلب الدنيا وفي الاخر السلام عليكم انا ماشيه وهي اللي تقعد تعمل. انتوا مش عارفه اذا كنتوا شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده او لا. انتوا عارفين ماما طبعا تعبانه وكانت عامله عمليه قبل كده في عينيها، موضوع التراب طبعا غلط عليها. والفتره طبعا اللي انا كنت غايبه عنكم فيها دي كمان ماما كانت عملت عمليه قسطره. ف موضوع المجهود عليها برضو صعب، فانا مش عايزاها تبذل اي مجهود. يعني ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ويبارك في عمرها. آه، عايزاها تحافظ على صحتها على قد ما تقدر، لان ملناش غيرها في الدنيا. الحمد والشكر لله يا رب على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا كده يصلي على النبي ويكتب لي تعليق حلو. وما تنسوش اللي بيشوفني لاول مره يحط اللايك واشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد. هنا بقى كنت دخلت على الاوضه بتاعت البلكونه. انا طبعا هنفضها دلوقتي واروق الدنيا. والفرش طبعا على الحبل، هاخد الفرش الابيض. انا كنت حاولت ان انا اعمل لها نظام غسله كده للانتريه ده، لان طبعا القماشه بتاعته فاتحه فهو متلحوس. يعني ربنا يخلي يا رب العيال عندنا قايمين بالواجب في الموضوع الانتريه، فمعرفتش. كان هيبوظ بزياده، هيتلحوس بزياده. هي ماما جايباله تلبيسه اللي هو الطقم الغلاف الكريشه ده، جميل جدا. بس برضو هي شالته قالت لي خليه طبعا المناسبات وكده. فانا قلت لها يا ماما لا افرشيه وان شاء الله ربنا يكرم وتجيب واحد يعني قصاده تاني. فان شاء الله انا برضو هبقى اطلعها عشان تفرشه، وفي العيد اللي ربنا يكرم ان شاء الله نجيب لها طقم تاني غيره. هي كمان عايزه تجدده والله. انا قلت لها حتى لو هتجدديه تعمليه يعني بقماشه غامقه او لونين في بعض، الوان غامقه شويه. لاني ساعه ما ماما كانت عامله القماش ده طبعا ما كانتش العيال كترت عندنا كده، ربنا يبارك فيهم يا رب. ما كانتش كده يعني، الله اكبر. احفادها كتير. انا عندي اختي الكبيره ربنا يخلي لها اولادها، عندها 3 ولاد 3 اطفال. عندها ولدين وبنت، واحنا طبعا عندنا ولدين وبنت، ربنا يبارك فيهم يا رب جميعا. واختي اللي اصغر مني عندها 3 بنات وولد، واختي الاصغر عندها بنت. فربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويخلي ولادكم يا رب جميعا. فهنلحق على مين ولا مين بقى؟ اللي واكل حاجه بيلحوس واللي شارب حاجه بيدلق، فصعب تحلقي على كل ده. ربنا يخليهم يا رب ويبارك في عمرهم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين كده الشقه عند ماما رايقه وزي الفل والله. هي مش بتخلي اي كركبه ومش بتخلي اي حاجه. الحاجه اللي ملهاش لازمه احسن حاجه، الحاجه اللي ملهاش لازمه ترميها على طول. امي مش بتحب الكركبه. انا لميت الحفاظات دي من على الحبل، لان طبعا في الفتره اللي انا كنا قاعدين بنفطر فيها كنا شغلنا الغساله ونشرنا الفرش على طول، بحيث ان هو عبال ما نخلص فطار وابتدي اطوق في الشقه وامسح كده يكون الفرش نشف. انا كل بس اللي كنت محتاجاه ان الحفاظات تنشف وفرش الانتريه وكده. دي كمان الصاله اخر حاجه الحمد لله. بص الشقه زي الفل، هي صحيح بلاط مش سيراميك، بس يعني ما شاء الله بتنضف على طول، ما بتاخدش وقت ولا مجهود والله. انا كل غرضي في الموضوع ده كله ان انا امشي واسيب لماما الشقه نظيفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا بنت اختي كده كل شويه عماله تنط لي وعايزه تساعد باي طريقه، بس هي مش بتساعد اهي، مش عايزه تساعد. هي بقى بتنكش ومنقره قوي، بتحب تنقر معايا. خوخه لو تفتكروها طالعه معايا في الفيديوهات التانية. ولادي والله بيساعدوني. انا من ساعه ما ربنا رضاني وكرمني في فوفه، وعايزه اقول لكم ان ولادي والله في البيت عندي بيساعدوني على قد ما يقدروا. بص الشقه كده خلصت الحمد لله وبقت زي الفل. هنا على الحافظه حطيت فرشه كده علشان ايه، لو الولاد يعني بياكلوا حاجه بتعمل يعني الفرشه سهل انها اشيلها انفضها، عشان كنا لسه عاملين الشقه وبس. الحمد لله خلصت الشقه. وهنا بقى ابتدينا نعمل الغدا. غدانا ايه النهارده؟ زي ما شفتوا في اول الفيديو، ملوخيه وفراخ ومحشي.
لان احنا طول ما احنا مش موجودين ماما بتحبش تعمل محشي لوحدها. تقول لي هعمل محشي لمين؟ يعني انا مش هعرف اعمل محشي لوحدي وهاكله لوحدي. يعني امي دايما تقول لي مش بعرف اعمل اكل طول ما انتوا مش موجودين، مش هاكل لوحدي انا. فاحنا لما بنيجي نكون موجودين بتحب تعمل بقى اكل وتعمل طبخه كده حلوه وبناكل معاه بنفتح نفسها. نزلت بقى جبت الخضار ده من السوق، وهي كان عندها الفراخ في الفريزر. زي ما انتوا عارفين ان ماما بتربي فراخ في العش عندها، بتجيب فراخ ساس وبتربيها وبتجيب فراخ بلدي كمان، وعندها الخير والله دايما. وهي طبعا اللي كانت ذابحه لي الفراخ ساعه ولادتي، انتوا شفتوها طبعا في الفيديوهات اللي قبل كده. اهو كده احنا خلصنا الاكل. ما حبيتش اطول عليكم بصراحه اكتر من كده، لان الفيديو بصراحه انا عارفه ان هو طول عليكم. معلش بقى، ده جايه لكم بعد غياب. اتمنى ترحبوا بيا وبفيديوهاتي واشوف تعليقاتكم الجميله. ما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليقات حلوه. خلصنا هنا المحشي. دي حله محشي مشكله بتنجان وكوسه وفلفل، وعملنا كمان الورق العنب. قعدت احشيه مع ماما، وعملنا ملوخيه اهو زي ما انتم شايفين. بنسقي احنا المحشي بشوربه الفراخ، وده الورق العنب هسقيه كمان بالشوربه، وبحط مكعب ماجي كده على الوش بيديله برضو طعم ونكهه حلوه. احنا الحمد لله برضو الاكل ما خدش مننا وقت، لان ماما كانت محضره نص الحاجه يعني. هنا الفراخ طبعا انا طلعتها من الشوربه، وبحب ادهنها كده. باخد معلقتين صلصه من خلطه المحشي قبل ما نحط عليها الرز والخضره وبقيه التوابل. يعني باخد منها كده معلقتين 3 بدهن بيهم الفراخ، وبكون كمان رش عليها فلفل اسمر، وبندخلها الفرن. بتاخد وش كده من فوق، بتتحمر وتبقى جميله جدا، وبتبقى طعمها حلو قوي اكنها فراخ مشويه. هنا بقى المحشي كان اتشرب اهو، بوريهولكوا. يعني ما شاء الله الريحه، انتوا عارفين ريحه المحشي بتقلب الدنيا. وادي ورق عنب كمان كده. طفينا على الاكل. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.